بص يا زول، مالكش حجه، لازم تيجي تشرفنا وتنورنا. السلام عليكم. من كام يوم بالظبط الحكومه المصريه اعلنت انها استقبلت حوالي 11,000 شخص جايين من السودان، كلهم معظمهم من السودان ومن جنسيات اخرى. في نفس التوقيت الحكومه اعلنت عن دخول الناس ديت بدون تاشيره، وطبعا في رسوم بسيطه، واللي ما معهوش فلوس الرسوم دخلوه مجانا. بعدها بكام يوم شفنا المنظر الجميل ده، الباصات اللي واقفه على المنفذ مستنيه تدخل مصر. بعدها بكام يوم او تقريبا في نفس اليوم شفنا المنظر الجميل ده، لصور اهالينا في اسوان بيستقبلوا اخوانهم السودانيين بكل ود وكل ترحاب، وبيستقبلوهم في بيوتهم، لدرجه ان في ناس بعد كده اتنازلت عن ايجارها لفتره معينه لاخواننا السودانيين، لدرجه ان في واحد من جنوب السودان بيقول لك الراجل ملك البيت اتنازل لي عن الايجار، وانا اصلا من الجنوب يعني ماليش حكايه بالقصه، بس طالما ان في كلمه سوداني في الموضوع يبقى انتهى الموضوع. وطبعا فوق كل ده زي ما احنا قلنا ان الحكومه المصريه اتنازلت عن موضوع التاشيره لدخول اخواننا السودانيين لمصر. اي حد جاي من السودان هيدخل حاليا مصر بدون تاشيره برسوم بسيطه. عشان كده انا عندي رساله لكل اب وكل ام من السودان، لكل اخ وكل اخت من السودان. انا عارف ان خروجك من بلدك دلوقتي صعب عليك وصعب علينا كلنا مغتربين. انا عن نفسي بكلمك وانا مغترب وغربتي صعبه عليا، ولما بتجيني الفرصه برجع لمصر فورا. عشان كده عايز اقول لك لو فكرت تطلع من السودان دلوقتي لحد ما الامور تستقر ما تروحش غير مصر. مصر بلد الامن والامان التي قال عنها الرسول عليه الصلاه والسلام اهلها في رباط الى يوم القيامه. ابوك لو فكرت انك تطلع من البلد دلوقتي لحد الامور ما تستقر، تعال عندنا تشرف وتنور. البلد بلدك والبيت بيتك. ولو فكرت تروح اي دوله تانية برضه حاول تروح السعوديه، موقفها مشرف من اول ما بدات الازمه وبيحاولوا يحلوا الازمه لحد دلوقتي. عشان كده عايز اقول لك ما تسمعش الكلام الناس اللي بتعمل فيديوهات ولايفات ويقول لك مصر المصريين، لا، مصر للجميع. مش مصدقني؟ اسال اخوانك السودانيين اللي موجودين هناك، اسال اخوانك السوريين اللي موجودين هناك، اسال اخوانك اليمنيين اللي موجودين هناك من فتره طويله. اللي بيجي مصر اراهنك لو جيت مصر والدنيا استقرت عندكم في السودان انك هترجع تاني، لا، هتقول ان انت حابب تقعد في البلد وهتقعد وتستقر. سيبك من الغلاء والمعيشه واللي احنا بنتكلم فيه والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، هي عشان جديده علينا فمأذيانا شويه، لكن انت لو جيت هتاكل من اكلنا وهتشرب من شربنا وهتعيش حياتنا خالص وهتشوف الدنيا حلوه ازاي والامور تمام الحمد لله. بس تعالى وما تفكرش في اي حاجه تانيه. بقول لك تعالى وبقولها لك بقلب جامد. عارف ليه؟ عشان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى ب7 جار، وانتوا اول جار، انتوا اولى بينا واحنا اولى بيكم. السودانيين مفيش اطيب منهم، عاشرناهم في غربتنا وعاشرناهم وكلنا معاهم عيش وملح وشفناهم وتعاملنا معاهم في مواقف صعبه ومواقف حلوه. سيبك من كل اللي فات وسيبك من الخلافات القديمه دي اللي احنا ملناش فيها اصلا. الشعوب ملهاش في الخلافات، الشعوب مع بعضها لما تقرب من بعضها تلاقيهم بيحبوا بعض جدا. اوعى تفكر انك عشان غريب من البلد ان البلد او اهل البلد هيستغلوك، لا والله. ده انا لو بشتري الحاجه ب5 انت هتاخدها ب5، لو بشتريها ب10 انت هتاخدها ب10، ويمكن تاخدها اقل مني لحد الامور ما تتيسر. لو انا باجر ب1000 انت هتاجر ب1000. مش هتلاقي احن من المصريين عليك. سيبك من كل المشاكل اللي فاتت وسيبك من كل الكلام. انا لسه شايف واحد عامل لايف دلوقتي وكاتب مصر للمصريين فقط، ممنوع دخول اي حد. ده هدفه بس شويه هدايا وشويه دعم وبلبله وشويه مشاهدات وحسابه يرتفع، ملوش اي مصلحه غير كده، مصلحته هدم فقط لا غير. لكن انا بقول لك الواقع احسن من كده بكتير. تعالى واطمن وما تقلقش، واللي هيصير علينا هيصير عليك، وسيبها على الله، وربنا بيسبب الاسباب. مشكلتك هي مشكلتي، مصابك هو مصابي، فرحك هو فرحي، يعني احنا مرتبطين ببعض. عشان كده برضو زي ما بقول لك هقعد اقول لك طول الفيديو تعالى عندنا تشرف وتنور. الاخت اللي كانت واقفه في القطر ومحروجه تقول للاخ المصري اللي قدامها وسع لي علشان تعدي او علشان اعدي وخايفه، لا ما تخافيش، قولي له هيوسع لك وهيبقى مبسوط. قولي له من على الكرسي علشان اقعد، قولي له اي حاجه من الحاجات ديت، مش هيتاخر عنك ابدا. اللي خايف من الدنيا وشايف ان الدنيا زحمه ولا الدنيا غاليه ومش هيعرف يعيش، يا عم بس تعالى سيبها، تعالى سيبها على الله، تعالى وسيبها على الله. ده مصر بلد الامن والامان. تعالى وسيبها على الله وربنا هييسر الحال لينا وليك ان شاء الله. ودي رساله بوجهها قبل ما اقفل، رساله بوجهها لكل سوداني، اخ واخت واب وام. مصر بلد الامن والامان، مصر هتستقبلك بكل ترحاب. وسيبك من كل الفيديوهات اللي انت بتشوفها، تعالى عندنا تشرف وتنور. اتمنى ان الفيديو ده يوصل لك، واتمنى يوصل لكل حد بيفكر يجي مصر في الفتره الحاليه. بص يا زول، مالكش حجه، لازم تيجي تشرفنا وتنورنا. قبل ما اقفل عايز اوجه رساله شكر خاص للحكومه المصريه على مساعدتها على الغاء التاشيره والدخول بدون رسوم، وشكر موصول لحكومه خادم الحرمين الشريفين. هي اول بلد بدات تحل المشكله وتبادر بحل المشكله، وبعدت السفينه جابت حوالي 1800 شخص معظمهم جنسيات متفرقه، والجاليه السعوديه هناك، وبتحاول تحل الازمه لحد دلوقتي. وبعد الثاني وثالث ورابع كل الدول العربيه موقفها مشرفه بصراحه. انا عايز اختم واقول لك قبل ما نشوف بعض الفيديوهات اللي بتحصل في السودان، عايز اختم واقول لك تعالى
تعالى ما تخافش، طمن ما تقلقش، انت هتبقى بين اهلك وناسك، واتحداك ان انت بعد الامور ما تستقر عندكم ان انت هتفضل موجود عندنا شويه، حتى لو سافرت هتجيلنا تاني وتالت ورابع. البلد حلوه والامور تمام الحمد لله. وتعالوا بقى نشوف بعض الفيديوهات من اللي بتحصل في السودان دلوقتي وبتحصل في مصر. انا احمد البدوي، صانع محتوى سفر، بلف العالم وبزور دول مختلفه. سافرت السودان زيها زي اي بلد كنت عايز اسافرها، ولكن كانت بلد مختلفه لان بعد ما زرت 59 دوله، السودان كانت الدوله رقم 60 اللي اخترت ان ازورها. لان من صغري السودان بلد شقيقه بس ما نعرفش عنها كتير احنا كمصريين، ما اعرفش ناس كتير بيزوروا السودان، على الرغم ان في سودانيين كتير عايشين معانا وبنتعامل معاهم كل يوم. بس انا كرحاله كان عندي مشكله ازاي انا بسافر اتفرج على العالم كله ما اعرفش عن اقرب البلاد ليه، بس طلعت السودان. طيب انا من اول ما وصلت السودان انا كنت رايح السودان عشان اصور عادي زي ما بصور في اي بلد، بنتكلم مع الشعب وبنتكلم عن الاكل، بنزور الاسواق، بنشوف الحياه الشعبيه، بنتعرف على البلد اكتر، حضارتها وتاريخها وكل حاجه. وصلت تقريبا يوم الاثنين والحرب بدأت يوم السبت، فقعدت في السودان 4-5 ايام لحد ما الحرب بدأت. اتفرجت على الخرطوم، لفيت الخرطوم، وكان المفروض ان انا يوم الاحد او الاثنين ابدا اطلع من الخرطوم عشان اشوف مدينه جديده ونزور مناطق مختلفه في السودان. الحرب بدأت السبت او الحد الصبح، فاتزنقت في الخرطوم، لقيت نفسي مزنوق مش عارف اعمل ايه. كان كله فاكر ان هي اشتباكات هتخلص في يوم يومين، فقعدت لحد ما لقيت نفسي محبوس لان المطار بقى حرب، المطار بقى عليه حرب ومفيش طيران بيجي الخرطوم. فاضطرينا نقعد على امل ان الموضوع يخلص في خلال يوم يومين 3، مخلص. بدأ الامر يزداد سوءا، مفيش اكل، مفيش كهرباء، مفيش ميه. اول يوم حتى لما انا بدأت الحرب انا كنت على اساس ماشي من البيت اللي انا فيه، فما عنديش اكل ولا ميه ولا اي حاجه، والحرب شغاله في الشارع، فاضطريت انزل الشارع بخوف طبعا وبحذر عشان اجيب اكل افطر بيه، لان احنا كنا في رمضان، مفيش سوبر ماركتات ولا في مطاعم شغاله، يمكن سوبر ماركت او 2. بس جبت اكلي ورجعت البيت وفضلت قاعد في البيت لحد ما الحرب خلصت. كنت بنزل كل يومين 3 اجيب الاكل اللي ناقصني وارجع. الحرب ما خلصتش، بس عدى يوم 2-3، عدى اسبوع، دخل العيد، الحرب بدأت تزداد سوءا، الضرب بقى قريب مننا. فاخدت قرار ان انا لازم اطلع من الخرطوم باي شكل، سواء عن طريق السفاره او عن طريق ان انا اطلع مع نفسي.